مساء الخير، بنحييكم من هولندا وبنقدم حلقة جديدة من مصر النهارده. الحلقة دي حقيقة بعتبرها حلقة يعني مختلفة تماما وحلقة قيمة جدا، لأن احنا بنقدم خبير سياحة اشتغل أكتر من 30 سنة في المجال ده. هو يعني وصل هولندا من 40 سنة. خلال ال10 سنين الأولين طبعا كان بيحاول إن هو يعمل لنفسه في مجالات مختلفة أرضية إلى أن استقر في السياحة. في خلال ال 30 سنة ده حقق ما لم يحققه مصري على أرض هولندا، ويمكن لو مش هجازف لو أقول على أرض أوروبا. الأستاذ مجدي مصطفى خبير سياحة معروف لكل المصريين في هولندا وللهولنديين. شارك في مهرجان، تقريبا المهرجان ده استمر 28 عام. إن شاء الله اليناير القادم هيبقى نمرة 29. شارك وخد 5 مرات جوائز على مستوى جميع الشركات الهولنديه اللي موجوده، سواء على ارض هولندا، سواء اذا كانت هولنديه او غير هولنديه. الاستاذ مجدي كمان كان رئيس اول اتحاد منظمات للمصريين ورئيس الاتحاد المصري، يعني كان ليه نشاط سياسي، ليه نشاط اجتماعي ثقافي. ما اكتفاش بكده، مجدي قال ان احنا لازم نستمر، واستمر من خلال ابنه شريف بقى له 20 سنه معاه في مجال السياحه. مجدي قال ان هو برغم كل الظروف اللي تعرضت لها مصر ظل ان هو يعني كان مصر على الاستمرار في طريقه، وفضل طول الوقت برغم الظروف القاسيه جدا انه ينزل افواج سياحيه وقت الثوره وبعد الثوره حتى يومنا هذا. مجدي بيقول قبل الثوره كان بيوصل حوالي 50,000 سائح عن طريق شركته لمصر، لمختلف الاماكن السياحيه في مصر. في وقت الثورة ورغم الظروف الصعبة كانت وصلت ل 35، ولكن من 2015 بعد حادثة الطائرة الروسية المعروفة للأسف قلت شوية من 15,000 ل 20، ولكنه مصر إنه يطلع تاني ل 50,000. عشان نعرف مجدي عمل إيه وهيعمل إيه وإيه تاريخ مشواره، دلوقتي هنتعرف منه على تاريخه مع هولندا ومع السياحة ومشاكله اللي هو بيعاني منها الآن، والحرب اللي بياخدها علشان تستمر السياحة المصرية. استاذ مجدي برحب بحضرتك في برنامج حب مصر في المهجر، وطبعا احنا عارفين حبك لمصر، فعايزين نسالك انت بدات ازاي؟ ايه اللي خلاك فكرت في السياحه بالذات؟ والله هو فكره السياحه خطرت في بالي بعد ما طلعت هولندا بحوالي سنه او سنتين يعني. انا كنت جيت هولندا صدفه، يعني ما كنتش خارج من مصر عشان اهاجر او اشتغل بره. انا خرجت من مصر عشان كان في قصه كنت زعلان كنت انا بلعب في منتخب مصر في الهاندبول، وكنت تقريبا اصغر لعيب في المنتخب. وبعدين جه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي كان المدرب بتاعنا، فاختار منتخب جديد وما اختارنيش فيه على اساس قال لي انت راجل اساسي في الفريق بس انا عايز اجرب ناس جداد. فانا طبعا كنت صغير وزعلت واتقمصت كده وخدت بعض وقلت اسافر في اي حته. فطلعت على هولندا، وكان ليا اخ هنا ساعدني طبعا اول ما جيت، يعني ان هو استقبلني، وبعدين ابتديت ادور على شغل والعب هاندبول. الحمد لله وصلت العب في منتخب هولندا. وبعد ما لعبت في منتخب هولندا رجعت لعبت في منتخب مصر تاني، لعبت في المنتخب العسكري، ودخلت الجيش ولعبت كاس العالم في بطوله العالم العسكريه، رغم ان انا ما كانش ليا جيش اصلا يعني. كان معايا باسبور هولندي، ساعتها كنت خدت الباسبور الهولندي ونزلت خلصت الجيش بتاعي ولعبت مع المنتخب العسكري وخدنا بطوله العالم العسكريه في الهاندبول. طبعا انا وانا صغير متعود على السفر كتير، والمجال في هولندا في وقتنا كان زمايلي وحبايبي كلهم اللي هم يعتبروا فيهم مثلا اكثر من 1000 هرمان في امستردام، كلهم نجاحات كبيره قوي، كانوا شغالين في الهوريكا اللي هي المطاعم، سناكات بارات ومطاعم كده. ففي الحقيقه كان عندي ابتديت زيهم برضه، عملت مطعمين بسرعه كده، وانا عمري في حياتي ما كنت اشتغلت لا في سناك بار ولا في شاورما ولا في اي محل من المحلات دي، بس حسيت ان انا بعمل حاجه غلط. ليه؟ كنت ماشي مع التيار مع الناس كلها، مطاعم جديده وانا عندي وقت كتير، يعني كنت بلعب الهاندبول وبتمرن وبلعب ماتشات، وبعد كده رحت عملت المطاعم دي عشان حاجه اسلي بيها نفسي يعني، وما كانش ليا فيها اصلا. نجحت المطاعم، بس اول ما زوجتي قالت لي ان انا حامل، كانت حامل في شريف ابني، طبعا هو وش السعد عليا الحمد لله. فانا جالي هاتف كده وانا نايم بالليل، انا ازاي هاكل ابني من الحرام؟
المطاعم زمان كان عندي مطعمين فيهم خمره وخنزير ومكن قماش، وكانت السكينه سرقانا كلنا. ففي الحقيقه زعلت من نفسي وقررت ان انا اشوف مجال تاني، فدورت بقى على مجال السياحه. يعني خلصت من المطاعم دي بسرعه وبعتها في خلال 3 4 5 ايام، كنت بايع باي ثمن، وابتديت اركز في السياحه. رحت خدت كورس الاول ونجحت فيه الحمد لله، وبعدين فتحت سوبر ماركت عشان يلم لي المصريين، لان زمان بقى ما كانش فيه بقى لا ايميلات ولا تليفونات محموله ولا الكلام ده، فكنت ببعت رسائل وفاكسات للناس وجوابات، فكنت بلمهم في السوبر ماركت. السوبر ماركت مصري يعني، كان فيه كل المنتجات المصريه، وتقريبا كان اول واحد يجيب المنتجات المصريه في هولندا، ويمكن من اوائل الناس اللي جابوها في غرب اوروبا. والحمد لله الفكره نجحت في ان انا الم الجاليه المصريه كلها عندي في المكتب. ففكرت بقى ان انا في وقتها افتح شركه سياحه. بعد ما خدت الكورسات فتحت شركه سياحه، وفي طبعا اخواننا المصريين وحبايبنا المصريين كلهم ساعدوني ووقفوا معايا وساندوني، وهم اللي الحمد لله اللي كبروني. دي فكره بقى ايه. طب مجدي ممكن اسالك، يعني انا شايفه الديكور هنا كله مصري، انت ازاي عرفت تصممه؟ ولقيت مين اللي يصمم لك الديكورات الجميله دي؟ لا والله هو التصميم والبنى والتكسير والخشب والحجاره والحاجات دي كلها الحمد لله انا عملتها كلها بايدي. انا عندي هوايات كتير قوي، يعني انا غاوي حاجات كتير، وما عنديش حاجه اسمها مستحيل. اي حاجه بفكر فيها احاول اعملها، لاني بعتقد دايما ان طالما في حد غيري عملها يبقى انا كمان اقدر اعملها. فانا في الحقيقه بذلت مجهود جامد، قعدت حوالي 3 اشهر اعمل في المكتب ده، وكل ركن فيه ليه قصه مع ابن شريف. كان دايما كل ما اجي ابتدي يعترض عليا، بابا هيبقى شكله وحش شكله وحش، اقول له استنى لما يخلص. وصممت ان انا اعمل اللي في دماغي، والحمد لله طلع كويس، والناس بتمشي في الشارع بتتصور، وانا نفسي فخور بيه. لما بكون عايز ارتاح باجي اقعد في المكتب كده وابص حواليا كده واشوف ايه اللي انا عملته فعلا، لاني بحس ان انا لما اكون عايز اعمل حاجه واصمم عليها لازم اعملها، والحمد لله بتنجح الحمد لله بتوفيق من ربنا. لكن هل ما ندمتش انك سبت المطاعم اللي كانت حتى لو كانت حرام وفلوسها كتير ولجأت للسياحه في وقت برضه الناس بتتخوف من السياحه؟ لا هو في الحقيقه انا عمري ما ندمت، ده بالعكس، ده انا بشكر ربنا الف شكر والف حمد ان هو فوقني بدري. انا في زمايلي كتير مستمرين انا بعتبره حرام يعني، طبعا كل واحد حر يعني، بس انا بحمد ربنا ان هو فوقني بدري قوي قبل ما اكمل واغوص فيها، وضحيت بالفلوس في سبيل ان انا احس بالامان بيني وبين نفسي، اشعر بان انا بعمل حاجه صح برضي ربنا. ففي الحقيقه ما كانش اختيار غلط يعني، كان احسن اختيار. وبعدين زمان على فكره ما كانش فيه لا ارهاب ظهر ولا حد بيعادينا ولا الكلام ده. صحيح نحت في الصخر عشان ننجح، لكن بصراحه ما. طيب دلوقتي ان شاء الله يعني احنا عندنا فاصل، وبعد الفاصل هنكمل مشوار نجاح الاستاذ مجدي مصطفى خبير السياحه. ده شيء جميل طبعا انك ما ندمتش، شيء جميل ان انت مصر، بس انا عايزه اعرف ازاي قدرت تتجمع 50,000 واحد كل سنه كانوا بيطلعوا، وعايزه اسمع من شريك كمان
ازاي هو يعني مش في الطريق ده، برغم ان انا في كتير قوي بيقولوا ان الشباب بعيد عن مصر وان الشباب معترض وان الشباب، ولكن مصر في الخارج وهو يعني اللي بيدور واللي بيشتغل واللي بيحاول يسوق السياحه لبلده، ده شيء طبعا اكيد يعني. نسمع منك ده شيء بعد ما نسمع الاستاذ اتفضل. في الحقيقه مصر بايعه نفسها من غير حاجه، يعني تاريخ مصر معروف لشعوب العالم كله، كل الناس بتدرس، كل الاطفال بتدرس والطلبه بياخدوا مصر بيدرسوها في المدارس. فمصر تاريخها معروف ومحبوبه وجميله وما فيش اجمل منها في الدنيا. فكانت محتاجه شويه مجهود مننا عشان نظهرها بس، لكن هم عارفين مصر كويس قوي. كانت محتاجه مجهود عشان نسوقها ونعرف نجيب الناس، واحنا الحمد لله نجحنا في ان احنا نعرف نسوقها. ان انا طول عمري بحب المغامره والمثابره والحلم اللي عندي دايما بحب احققه. فغامرت بان انا اجر طيارات شارتر. فلما اجرت طياراتي الحمد لله المصري الوحيد في هولندا، انا ليا زمايل حبايبي محترمين جدا وناجحين جدا في السياحه هنا في هولندا، لكن للاسف ما فيش حد تطرق ليه ان هو يبيع رحلات سياحيه او يغامر ويأجر طيارات زي ما احنا عملنا. فانا قمت بتأجير طيارات خاصه، يعني كنا بنطلع 5 طيارات في الاسبوع لمرسى علم وشرم الشيخ والاقصر والغردقه، وكنا بننزل القاهره. والحمد لله التسويق بتاعنا واسمنا في السوق وحبنا لمصر وخوفنا على سمعتها هو ده اللي خلى بقى عندنا مصداقيه عند الشعب الهولندي، وخلانا ان احنا الحمد لله ننجح. وطبعا عملنا الحاجات دي زي دي بقى هسيب شريف هو يشرحها ازاي كنا بنعمل الطيارات ونملاها والكلام ده، ان هو خبير في الحاجات دي. والله هو القصه بتاعتنا، انا طبعا اول ما ابتديت كنت لسه صغير، والدي كان 18 سنه لما فعلا ابتديت اشتغل مع بابايا هنا. طب ايه اللي خلاك اشتغلت في المكان ده؟ والله انا الاول ما كنتش عايز اشتغل مع بابايا، كنت عايز طبعا امشي الطريق بتاعي. انا دايما كنت ببقى عايز اغلط كل حاجه بنفسي واجرب كل حاجه بنفسي، وهو كان متجنن مني شويه كده. بس لما ابتديت اشتغل معاه شويه في البدايه هو خلاني احب الشغل قوي. هو طبعا وانا صغير كان بياخدني معاه مصر يجي 5-6 مرات في السنه، كنت بقعد في الصيف مثلا شهرين في الصيف، وكان بيلففني البلد كلها. كنا بنروح نلف الواحات، الساحل، البحر الاحمر، بس الاقصر واسوان وسيمبل وكل حته. كان بياخدني معاه في كل الرحلات بتاعته من وانا صغير، فكنت بحب البلد وبحب الشغل. ولما ابتديت اشتغل مع بابايا هو شجعني ان انا برضو، هو اداني برضو فرص كتير ان انا حاجات كتير خلاني اجربها وخلاني اعملها اللي انا ما كنتش شايف ان انا اقدر اعملها او ان احنا نقدر نعملها. فكنا لسه صغيرين، قال لي طب يلا بقى انت اللي تفهم اللغه كويس الهولندي، ركز انت في البروشور، او انت اللي تفهم في الكمبيوترات والاونلاين، ودي كانت لسه جديده الانترنت ساعتها من 20 سنه، فركز انت فيها دي. وخلاني اخد كورسات وحاجات، وكان بيجي معايا الكورسات دي ويساعدني ان انا اتعلم الحاجات اللي هو خلاص ما كانش قادر او كانت صعب عليه ان هو يتعلمها، عشان الحاجات دي كانت للشباب شويه بتاعت الاونلاين. يعني هو علمك الانتباه وعلمك كمان انك تحب المهنه اللي انت بتعملها عشان تقدر تنجح وازاي تطور. والحمد لله هو طبعا كان بيجيب اصحاب من مصر زي الشركات الكبيره، فكنا بنعرف نفسه كويس. وكان عنده طبعا برودكت اوريدي سبيشالايزد لمصر، غير الشركات الثانيه اللي بتدي مثلا طياره وطيران وفندق اول انكلوسيف وبس. واحنا بنعمل باكجات كتير طبعا، رحلات في مصر كلها، وغطس ويوجا وصحراء وكولتشر وكل حاجه. فكان عندنا برودكت كويس. ومن اول ما اشتغلنا بصراحه وركزنا اونلاين، الحجوزات ابتدت تخش على طول، وكبرنا بسرعه قوي. وفضل بابا بصراحه يشجعني ويقول عليا يلا طب انا هناخد مركب، عايزين عندي ديل كويس، وياخد مركب ويروح اشوف بقى طياره عند تنزانيا وخلينا نخش في الطياره. وبابا مش هينفع ده احنا مش هنقدر، عمرنا هنعملها ازاي دي، احنا لسه صغيرين. لا يلا روح بس اعمل وانا هساعدك وما تخافش. يلا خدنا الطياره، واول ما اشتغلنا برضو الكلام ده كان 15 سنه او 14 سنه، على طول برضو نجحنا برضو. قال لي لا انت هتعمل دعايه هتنجح، هتعرف تعمل دعايه. مش عارف لا هتعرف. وعملنا وبرضه فضلنا شغالين. وبابا ايه اكتر حاجه مخوفاك فيه؟ مخوفاني؟
قصة ان انت خايف تنجح او خايف انت من الفشل كان ليه يعني ايه السبب؟ هو ريسك عالي طبعا في الشغل اللي احنا بنعمله. الطيارات دي اكبر ريسك، يعني في مصر يمكن الناس اللي في الشغل في الساحه هناك مش حاسين بيها قوي، بس الطيارات دي فاضي مليان بتملاها، واول ما يحصل حاجه في مصر طبعا الريجن بتاعنا طبعا فيه مشاكل كتير على الاسف، وكل ما بيحصل حاجه بيحصل دروب جامد، واحنا بصراحه بنتبهدل في الطيران. الطيران كل كرسي 300 يورو، وطياره مثلا 180 واحد، فشوفي بقى كل اسبوع لما الطياره تطلع نص فاضي بنقعد نرمي فلوسنا في الارض، وحصل كتير بعد الثوره بالذات طبعا. فكل ما الواحد يرجع طياره تاني لازم تبقى في حالة تانية. يعني بتجهز نفسك، وبرضه بتبقى قلقان وبنحسبها كويس وبنختار الوقت الصح، بس برضه كل مره بنخش فيها تاني عشان نفضل. طبعا اكيد، لان احنا دلوقتي انت بتدعم السياحه اللي هي تعتبر يعني فتره بعد الثوره حصلت مشاكل كبيره مع الارهاب وحاجات كتير، فطبيعي انك كانك بتبتدي من جديد، فكويس قوي ان انت عندك الصبر انك تكمل. بصي احنا مهما كان انا مولود هنا في هولندا وعايش هنا في هولندا طول عمري، بس لما احنا كبرنا مع مصر، ولما وقعنا برضه كنا بنقع زي ما مصر بتقع في الثوره، وحاسين بالثوره زي ما كنا عايشين هناك، فبالنسبه لنا الحب للبلد برضه اللي بابا علمناه هيخلينا نقف ورا البلد على طول عمرنا. طبعا الانتماء ده شيء جميل جدا، وده اللي بيقولوا ان لازم كل المصريين في الخارج بيسعوا كده يعلموا اولادهم الانتماء. تفتكر امتى يا شريف نقدر نقول ان احنا تغلبنا على الازمه مع الارهاب وان السياحه ترجع تاني وتبقى احسن مما كانت؟ لا، هي دي الوقت ان احنا بنركز في الخطوه دي. مشكله كبيره غير ان احنا طبعا عايزين نعرف الناس بالبلد بتاعتنا، الشكل بتاع البلد قدام الناس دلوقتي. ناس كتير مش عارفه بلدنا ايه اللي بيحصل فيها، ناس كتير بقت تخاف من العرب او تخاف من الاسلاميين او من اي دوله اسلاميه. فاحنا لازم نرجع الثقه في البلد قبل ما احنا غير ان احنا نعمل دعايه على البلد والمناظر والاشكال بتاعت البلد دي معروفه، والناس المفروض بتاخدها من وهم صغيرين، فلازم نوريهم نرجع الشكل الحلو بتاع بلدنا ونرجع السمعه بتاعت بلدنا. اهم خطوه، ونقرب الويسترن والايسترن او العرب والمسلمين نقربهم من بعض ونعرفهم بالحاجات الكويسه بتاعتنا. تفتكر في دور لازم تلعبه مصر في القصه دي علشان ترجع تاني تكتسب الثقه وان البلد امان ما تفكر؟ طبعا مصر لازم الناس تبقى يعني طبعا سلام لاي سائح. طبعا احنا دايما متركزين طبعا في الاخبار، ما يطلعش اخبار وحشه عن مصر مش عارف ايه، بس الناس بقى كذا سنه ما شافتش حاجه كويسه برضه. لسه الصوت بتاعت التحرير والثوره في بين الناس، فلازم نوريهم الحاجات الحلوه بتاعت بلدنا. يعني مثلا الكالتشر اهم حاجه، الموسيقى، الافلام، القصايد بتاعتنا والحب بتاع بلدنا. يعني اللي انا شفته في مصر وفي المصريين، واكتر حاجه خلتني احب الشعب المصري برضه والشعب والعرب، ان كله واقف مع بعض، كله واقف مع بعض، ومحدش بيوقع حد تاني غير البلد. هنا الناس كلها عايشه لوحدها، واي حد عنده مشاكل بيبقى فعلا واقف لوحده. وفي مصر دي مختلفه خالص. فلازم نوري الناس الدم بتاعنا والحب بتاعنا، ونوريهم الناحيه الثانيه بتاعتنا. يمكن احنا محتاجين، يعني لو ارجع تاني لمجدي، يمكن احنا محتاجين نوع من انواع الايجابيه، زي ما قال شريف، المشاكل في الافلام اللي بتعرض، المشاكل في الموسيقى، في نوع الموسيقى السيئه اللي بقت موجوده، المشاكل كمان من ناحيه التسويق، نشرات الاخبار اللي دايما مركزه على السلبيات بتحاول تتجاهل الايجابيات، الحاجات دي كلها اعتقد انها تعتبر عوائق. دي نقطه مهمه جدا جدا في ان احنا نغير مفهوم العالم عننا. اولا احنا للاسف احنا اللي بنأذي نفسنا بنفسنا. الحاجه الصغيره بنكبرها، لما يكون عندنا حاجه احنا اللي بنشيرها، حاجه وحشه مثلا بتحصل في البلد احنا اللي بننشرها وبنشيرها، فالغرب بياخدها مننا.
محتاجين نغير حاجات كتير قوي قوي في مصر، قوانين كتير، محاسبه للناس اللي بتسيء لمصر، حاسبهم حساب جامد لمصلحه بلدنا. فالكلام ده انا متاكد وواثق ان هو هيجي واحده واحده. يعني انا شايف ان في فعلا شويه قوانين بتتغير وحاجات بتحصل بس ببطء شويه، بس ده نتيجه ان احنا فعلا كنا وصلنا لمرحله محتاجين كلنا نتغير. فالتغيير جاي بس هيجي ببطء، بس انا شايف ان في تحسن وفي تقدم في كل في جميع المجالات. ارجع لحضرتك بقى في حته السؤال اللي انت سالتيه لشريف، ان هل البلد ممكن تقوم بدور في الموضوع بتاع السياحه وتشجيع السياحه؟ طبعا ده سؤال مهم جدا، وده اهم حاجه في المشكله اللي احنا فيها دلوقتي. ان دور الدوله اهم زي دور المواطن بالظبط. يعني المواطن دور مهم ان هو يقوم بمجهود عشان خاطر بلده، بس الدوله المفروض تقوم بالمجهود الكبير. يعني لازم يكون عندنا اراده سياسيه من القيادات العليا بان فعلا السياحه دي قاطره الاقتصاد المصري، فلازم رئيس ورئيس الوزراء وكل الوزراء يهتموا بالموضوع ده زي ما اهتمينا بقناه السويس، وزي ما بنهتم ان احنا نعمل طرق ونعمل مدارس ونصلح تعليم. السياحه جزء مهم جدا جدا، بل يكون من اهم الاجزاء الاشياء اللي موجوده اللي هترجع اقتصاد مصر وتمشيها على الطريق الصحيح. ليه؟ لانك بتشغل ناس كتير. لما يكون عندك سياحه فبتدي استقرار للبلد بتاعتك، بتخلي الدول الاجنبيه وبقيه الشعوب تثق فيك، تبتدي الاستثمارات تشتغل، تبتدي التجاره تمشي، تبتدي العمله الصعبه تدخل. فمجال السياحه مجال كبير جدا ومهم جدا 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 لاقتصاد مصر. اتمنى انه من سعاده الرئيس السيسي ان هو يكون عنده الاراده السياسيه او الاراده العليا ان هو فعلا يهتم بالسياحه، وهو بيهتم بيها. بس طبعا انا شايف ان المسؤولين عن السياحه التانيين بقى وزاره السياحه ورئيس الهيئه والكلام ده ناس محترمين جدا وبيحاولوا، بس انا شايف ان برضه المحاولات لازم تزيد شويه عشان خاطر نرجع مصر على الخريطه السياحيه تاني، واحنا قادرين ان احنا نرجعها ونرجعها بسرعه، وخصوصا في الظروف والوقت الحالي. الوقت الحالي لو هدخل شويه في السياسه هقول ان في الى حد ما استقرار على مصر بان هي دوله امنه، مش زي طبعا ما روسيا بتقول وانجلترا وكده، لكن بقيه دول العالم كلها ابتدت ترجع السياح بتاعتها لمصر. والموضوع موضوع سياسي بحت. لو اتحل الموضوع السياسي والمشكله السياسيه اعتقد ان السياحه هتشتغل احسن من الاول كمان. ليه؟ لان المجال دلوقتي في مصر اذا كانت الطرق اتعملت، اذا كان الشباب اتاهل، اذا كان في الفساد اللي كان موجود، كنا بنقول ان في فساد في البلد ابتدى يقل شويه شويه. كل الحاجات دي هتساعد ان السياحه لو حطيناها على الطريق الصحيح هتبقى احسن من الاول بكتير جدا، وهيبقى عندنا طفره جامده زي الدول السياحيه العالميه الثانيه ان شاء الله، لان احنا عندنا كل الامكانيات اكتر من اي دوله في العالم. الامكانيات السياحيه عندنا اكتر من اي دوله في العالم. انا عايزه اسالك برضه، نرجع تاني لدور مصر بالنسبه للسفارات المصريه. انت شايف ان السفاره بتتعاون معاكم في مجال السياحه، وخاصه ان في ملحق سياحي، واكيد مصر اشتركت يعني في كل المعارض اللي اتعملت عن السياحه السابقه. هل كان ليها دور فعال؟ هل بالفعل قدرت يعني بتجذب السائح الاجنبي ولا عندها تعاقدات ايضا؟ والله هو يعني الموضوع ده شائك جدا وصعب ان انا اتكلم فيه بصراحه. ليه؟ لان هيزعل مني ناس كتير. انا شايف هو طبعا السفاره مش هي المسؤوله عن الدعايه لمصر سياحيا او حاجه زي كده، هي ليها شق او طريق غير وزاره السياحه. وزاره السياحه فيها حاجه اسمها هيئه تنشيط السياحه. هيئه تنشيط السياحه مسؤوله على الدعايه الخارجيه والداخليه لمصر والتسويق السياحي والمعارض والحاجات دي. وفي حاجه كمان عندنا بس احنا معرفش ليه ما بنهتمش بيها، المكاتب الاعلاميه اللي في الخارج.